في أزقة القاهرة وأصبحت مصريا بالوكالة. وفي الخمسينات والستينيات كنا لا نسمع إلا إذاعة صوت العرب من القاهرة، وكانت يعني صوت مصر موجود دائما وأبدا بيننا. يعني كل هذا جعل مصر جزء من هويتي ومن هويتنا جميعا نحن التونسيين. إذن لكل ما قدمت مصر لتونس ولي شخصيا، للوليمة الفاخرة التي قدمتها لعقولنا وقلوبنا على مر السنين، ليس لي ما يكفي من عبارات الامتنان والمحبة لمصر ولما أنجبت من أفذاذ طبعوا أمتنا العربية بطابع لا يمحى. بمزاد العلاقة وثوقا بيننا هذه الثورة العربية المجيدة التي لعبت فيها تونس ومصر دورا رئيسيا، زادت بيننا اللحمة الطبيعية، ونحن نتشارك كل من موقعه على نفس الطريق في هذه الملحمة الكبرى لأمتنا العربية. موضوع هذه الندوة هي هذه الثورة العربية، وأنا أريد أن أتحدث عن الثورة العربية وليس عن الثورات العربية، لأنك عندما تجد ظاهرة لها نفس الأسباب ونفس الفاعلين ونفس الصعوبات ونفس الأهداف، فالاختلافات الظاهرية حتى وان كانت هامة مثل سلمية هذه الثورة من عدم سلميتها تبقى أمور ثانوية. أنا إذن أركز على أننا أمام ثورة عربية واحدة تختلف حسب البلدان في بعض التفاصيل، لكنها في جوهريا هي ثورة واحدة. وقد كان لي الشرف الكبير في أنني كنت من أول أو من أكبر أو من وصفوا بالسذج وبالدونكيشوتيين، لأنني آمنت دوما بأنها ستحدث، وذلك في أحد الظروف. أذكر وأنني كتبت في الجزيرة نت مقالا في بداية 2000 أقول فيه أنه إذا كانت القرن الثامن عشر قرن الثورة الفرنسية، والقرن التاسع عشر والقرن العشرين ثورات الأوروبية ثم الثورة الصينية، فإن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن الثورة العربية. وكم أنا سعيد الآن بأنني أرى هذه الثورة العربية يعني موجودة وليست فقط مجرد حلم بعض المثقفين. السؤال هو كيف يجب التعامل مع هذا الحدث الجلل، لأنه نحن فعلا أمام حدث جلل. هذا الحدث الجلل يطرح لي بالنسبة لشخصي يعني نوعين من التحديات الفكرية النظرية، لأنني يتصادف أنني أيضا مثقف قبل أن أكون رئيس، ثم وضعتني صدف التاريخ ودماء الشهداء في موقع المسؤولية. إذن الثورة ليست فقط نظرية، وإنما يجب أن تكون ممارسة. يعني التحدي الأول والتحدي الثاني يعني يحفزني الفكر ويحفزني أيضا العزيمة لمعرفة كيف التواصل وكيف التعامل مع هذا الحدث الجلل، لأن كلنا نعيش حدث سيكون له مضاعفات عبر التاريخ مثل الثورة الأمريكية أو مثل الثورة الروسية، أي أننا نعيش في فترة مفصلية من تاريخ هذه الأمة، وهذا شرف كبير لنا جميعا. فما بالك عندما يكون المرء موجود في خضم هذه الثورة ومطالب بأن يفكر فيها مليا وأن يتعامل معها كما ينبغي. أنا هنا أتذكر كلمة حفظتها في شبابي لماو تسي تونغ، كان يقول أن النظرية دون ممارسة جوفاء، والممارسة دون النظرية عمياء. هذه الفكرة طبعتني بطابع لا يمحى، أي أنني حاولت دائما وابدا أن تكون النظرية والممارسة يعني أن يكون هناك ارتباط، حتى لا تكون النظرية عن كل شيء جوفاء، لأن النظرية بدون ممارسة فارغة جوفاء، والممارسة بدون النظرية عمياء، لأنك إذا لم تكن لك رؤية ونظرية لكي تعرف أين تتجه فإنك بطبيعة الحال ستتخبط وربما ستدور في حلقة مفرغة. لذلك لابد أن يكون لنا في كل زمان ومكان دائما وابدا رؤية تمكننا من التوجه الصحيح، وأيضا ممارسة تمكننا من تصحيح هذه الرؤية، وبالتالي فإن التفاعل النظري والعملي يمكن أن يؤدي بنا إلى مزيد من الفهم ومزيد من النجاعة في التعامل مع ظاهرة بمثل تعقيد الثورة العربية. خليني أبدأ بالنظري، لأنه رغم كل شيء يعني رجال السياسة عادة إما أنهم لا يعطون هذا البعد النظري أهمية كافية، أو ليس لهم الوقت، أو ليس لهم التربية، أو لكن من حسن الحظ أنني يعني
بقيت لمدة طويلة في هذا العمل ولا يستطيع أن أقوم بأي عمل سياسي دون الرجوع إلى هذا النظرية، خاصة مثل ما قلت لكم أنني مؤمن بهذه قصة أن النظرية دون ممارسة جوفاء والممارسة دون نظرية عمياء. إذا طرحنا إشكالية الثورة بغض النظر عن كل تبعاتها السياسية، الآن خلينا نفكر يعني كمفكرين كمثقفين، لننسى السياسة للحظة، لنتأمل في هذا المفهوم، يعني الثورة العربية، لكن قبل كل شيء في مفهوم الثورة ذاتها. يعني عندما نريد أن، لأنه في كثير من الأسئلة حول الثورة العربية، هناك من يقول أنها ليست ثورة أصلا، وهناك من يقول أنها مجرد انقلاب ومش عارف إيش، وأنه في الواقع الثورة وقعت في مصر ولم تقع في تونس. هذا يتطلب بنا العودة إلى مفهوم الثورة، إلى الكلمة نفسها. يعني يجب أن نسأل الكلمة نفسها حتى نعرف فعلا هل ما نشاهد، هل ما نعيش هو ثورة أو لا. هذا يتطلب أن نعود إلى مساءلة المصطلحات نفسها. وعندما ندخل إلى مساءلة المصطلحات بطبيعة الحال أول ما نفعل هو الذهاب إلى المعجم اللغوي لنعرف هذه الكلمة ثورة من أين أتتنا، وآنذاك سنكتشف أن يعني من الناحية المفهومية أو